النهاردة معاد حلقتنا التانية والأخيرة من بودكاست حكاية الجزيرة الخضراء. في الحلقة اللي فاتت اتعرفنا على دوافع الجيش الإسرائيلي لاحتلال الجزيرة الخضراء والمؤامرة اللي كان بيحاول يتلاعب بيها على الجيش المصري. أما النهاردة هنعرف مع بعض تفاصيل المعركة خطوة بخطوة اللي دارت ما بين الجيش المصري وجيش العدو يوم 20 يوليو 1969. وفي يوم العملية بالليل لاحظ الملازم أول محمد عبد الحميد حركة غريبة في المية حوالين الجزيرة، ومع الوقت الحركة كانت بتزيد، فتواصل بسرعة مع النقيب البطل مجدي بشارة وبلغه بالوضع عبر اللاسلكي. وقتها النقيب مجدي بشارة رد وقال له: لو شفت أو لمحت أي حد في المية افتح عليه النار فورا. ولكن للأسف في الوقت ده كانت القوات الإسرائيلية قدرت تحاوط الجزيرة كلها، وكان عددهم 800 جندي منهم 350 فرد صاعقة. قدروا يتسللوا لحد ما وصلوا للجانب الغربي للجزيرة، لأنه كان الجانب اللي أقل ارتفاع فيها فسهل عليهم يتسلقوه. وخلال تسللهم واختبائهم في المية قدر عسكري الحراسة المصري يلمح منهم 2، فنده بأعلى صوت وقال: حرس سلاح. وبدأت المعركة بمنتهى الشراسة، وده طبعا عكس ما هم كانوا مخططين، يطلعوا على الجزيرة يذبحوا كل اللي عليها ويحتلوها من غير ما أي حد يحس. ولكن المعركة دارت بأحداث مرعبة، ولا هم هيقدروا ينسوا علامتها ولا احنا هنقدر ننسى شرفها. في بداية المعركة قدر الجنود المصريين انهم يصطادوا قوات العدو من المية واحد ورا التاني، لكن الوضع ده ما استمرش كتير، وده لأن اليهود كانوا عاملين حسابهم في قوات احتياط حول الجزيرة مدعمة بلانشات وقاذفات صواريخ وقاذفات هون ودوريات في المية محاصرة الجزيرة من على بعد 3 كيلو، وده علشان يمنعوا أي دعم ممكن يوصل للقوات المصرية. وأول ما وصلت لهم المساعدات بدأنا نقع شهيد ورا التاني، وأول اللي استشهدوا الملازم أول محمد سعيد قوات بحرية، والملازم أول إمير جرجس قوات الإشارة، والملازم أول أحمد إبراهيم قوات المدفعية، لحد ما وصل عدد شهدائنا ل30 شهيد. وفي الوقت ده اتصاب قائد الجزيرة وقرر انه لازم يتواصل مع العميد مجدي بشارة عشان يلحقوا بأي مساعدات فورا، وبالفعل تم إرسال لانش عليه 45 فرد صاعقة مقاتل طالع من ميناء الأدبية وفي اتجاهه للجزيرة، لكن ملحقوش يوصلوا لأن المركب باللي عليه اتضربوا واستشهد 45 مقاتل، وبالتالي ما يقدروش يبعتوا أي مساعدات تانية للجيش المصري لأنه هيتضرب في الطريق قبل ما يوصل. وفي الوقت ده كان البطل مجدي بشارة موجود في نقطة قريبة من مدينة السويس، وقرر يروح يلحق الجزيرة بنفسه. أخد معاه 30 فرد مقاتل على لانشين واتجهوا للجزيرة، وكان واثق ومتأكد إن العدو مش هيسيبه يعدي. وبالفعل بمجرد ما قربوا للجزيرة بدأت القوات الإسرائيلية تضرب فيهم، واستشهد 11 راجل من ال30، والباقيين صمموا يكملوا لحد ما وصلوا للجزيرة. وخطة البطل مجدي بشارة كانت إن هو يقف باللانشين في المرسى اللي في ظهر الجزيرة ويطلع من على السلم الموجود في المرسى للجزيرة، لكن ما مشيتش زي ما هو مرتب لها. فأول ما وقفوا باللانشين بدأت القوات المصرية تضرب فيهم من فوق، لأن الدنيا ليل مش مميزين دول جنود إسرائيلية ولا جنود مصرية، وفي نفس الوقت كانت القوات الإسرائيلية بتضرب فيهم من تحت، واستشهد منهم 4 كمان، يعني الباقيين 15 راجل مع النقيب مجدي بشارة. في النهاية اتمكنوا من الصعود للجزيرة ودخلوا في الاشتباكات مع العدو، لكن برضو أعدادنا كانت بتقل وجنودنا كانت بتقع وأعدادهم بتزيد وأسلحتهم بتكتر، وبقوا على وشك إن هم ياخدوا الجزيرة. فاتصل مجدي بشارة بقائد العمليات وقال له: يا فندم احنا بنموت، ابعت لنا دعم. رد وقال له: أي دعم هيتبعت لك هيموت في الطريق، وأي طيارة هتطلع من عندنا هتتضرب قبل ما توصلك، قاوم لآخر راجل والآخر طلقة معاك. ولأن احنا رجالتنا أبطال أرضهم أهم من أرواحهم، طلب مجدي بشارة من قائد الجيش التاني إنه يؤمر مدفعية الجيش المصري الموجودة على خليج السويس بالكامل إنها تدك الجزيرة بكل اللي فيها، وقال له: عليا وعلى أعدائي، المهم إنهم ما ياخدوش الأرض. وأمر البطل مجدي بشارة كل الجنود المصريين على الجزيرة إنهم ينزلوا للملاجئ الموجودة في بطن الجزيرة، وبعد دقايق من نزولهم انضربت الجزيرة من 3000 مدفع مصري، وانسحبت القوات الإسرائيلية على بعد 200 متر عن الجزيرة. وعلى الساعة 5:30 الصبح
أرسل جيش العدو 3 طيارات هليكوبتر قربوا من الجزيرة علشان يلموا الجرحى والقتلى بتوعهم. لكن احنا محدش ياخد حاجة من أرضنا غصب عننا، فأمر العقيد مجدي بشارة بضرب الطيارات دي بالمدافع الباقية معانا، وقعت منهم طيارة والاتنين التانيين رجعوا، وده طبعا جنن العدو مننا، فقرروا انهم ينتقموا. وعلى الساعة 6 الصبح رصد الاستطلاع المصري هجمة جوية جايلنا على الجزيرة، فإدى العقيد مجدي بشارة أوامر بأن كل الجنود الموجودة تنزل للملاجئ بسرعة. كلهم نزلوا ما عدا فرد واحد بس، وهو البطل محمد الدرديري، كان على مدفع 14.5 رباعي بيضرب 3600 طلقة في الدقيقة. قعد على مدفعه، وجه المدفع ناحية الطيارات وفتح عليهم طاقة جهنم، وبالفعل وقعت طيارة منهم وواحدة أجبرها إنها ترجع. وللعلم العملية دي اسمها عند الإسرائيليين سعار، وده وصف للجيش المصري إنه كان مسعور عليهم، فخسائرهم كانت 62 قتيل، 110 مصاب، وتدمير 8 مراكب مطاطية و4 مراكب نقل جنود كبيرة و4 صغيرة. فالعملية دي كانت بمثابة فضيحة لقيادات العدو، وكل القيادات الإسرائيلية اللي كانت مسؤولة عنها اتحولت للمحاكمة. أما الجيش المصري فكانت خسائره كبيرة، لكن في النهاية هي تعتبر معركة شرف للجيش المصري، قدر يحافظ على أرضه وقال إحنا مش مهم، المهم الأرض. ودي كانت ملحمة الجزيرة الخضراء.